اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية. مساء الخير يا سيادة اللواء. مساء الخير يا فندم، وازي حضرتك؟ الحمد لله. وانت عارف ايه يعني مدى احترام حضرتك لينا كلنا، واحنا نعلم بوطنيتك وشهامتك ورجوليتك، وعارفين مدى احساسك الوطني وايه سبب مجيئك في الوقت ده من الزحمه وحب الجماهير ليك كلنا، وانا من ضمن الناس المحبين لحضرتك. وانا حاولت اوضح لحضرتك الرؤيه اللي كانت موجوده جوه. اولا احنا بالنسبه لنا انا كلواء او كضابط في القوات المسلحه افتخر بهذا المنصب وافتخر بهذه الوظيفه ان انا ضابط في القوات المسلحه. تواجدنا في هذا المكان اولا لحفظ الامن والامان، واحنا بقالنا فيه يمكن من بدايه اللجنه ما اضطربنا ان احنا نكون موجودين للتامين. لما سيادتك كلمتني وانا كلمت حضرتك رجعت للسيد رئيس اللجنه العليا للانتخابات سياده اللواء سياده المستشار فاروق سلطان وسياده المستشار حاتم بجاتو. الكلام كان مع سياده المستشار حاتم بجاتو، سيادته كان امر ان اللجنه، ولان الاوامر بفتح وقفل اللجنه بترجع للساده المستشارين، كانت الاوامر ان اللجنه ما فيش حد يخش جوه اللجنه تماما، وجميع الساده الصحفيين اللي كانوا دخلوا كانوا خرجوا من الباب الثاني نظرا للزحام اللي سيادتك شاهدته. سوء الفهم اللي وصل حضرتك احنا بنكن لحضرتك كل احترام، والدليل على كده ان انا بعت لسيادتك من باب اخر عشان اوضح لسيادتك الرؤيه ضابط وبرتبه كبيره، لقيت كنت سيادتك غضبت. فاذا كان في اختلاف في وجهات النظر فانت المفروض يعني لا ما فيش اي اختلاف ولا حاجه، وانا الحقيقه بشكر حضرتك سيادة اللواء على هذا التوضيح. بس هو القصه ان استغل هذا الموقف كل من يتعارض معي في الفكر والراي وبداوا يغنوا على هذا الموضوع، انما حصل خير يعني مفيش اي حاجه. سيادة اللواء يعني انت احد جنود مصر الذين يعملون على امن هذا الوطن، واحنا لازم نقف وراكم بكل ما اوتينا من قوه، فانتم مشاريع الشهداء ونحن ايضا مثلكم مشاريع للشهداء. طب استاذن سيادتك يا دكتور في كلمه واحده. اتفضل. الكلام ده يوضح ان احنا على مسافه واحده في لكل الاتجاهات وكل الاطياف وكل الساده المرشحين في الرئاسه، زي مع عهدنا واحنا في انتخابات مجلس الشعب والشورى كنا بنفس هذا الفكر، وهذا هو نفس فكرنا، ليس لنا اتجاه معين. نعم. فاذا كان عشان يعني ما فيش اي حد يقول دخل الدكتور عكاشه ليه او دخل سين او صاد او عين، رجعنا للسيد رئيس اللجنه، رجعنا للسيد الدكتور سياده المستشار حاتم بجاتو، وانا قلت له بالمناسبه قلت له الدكتور عكاشه زعل وزعلان انه كان عايز يخش، فقال لي اللجنه اتقفلت، قرار على كل الناس، احترمنا هذا القرار. فارجو ان سيادتك تكون وضحت الصوره، وانا يعني ازعجني ان حضرتك تبقى زعلان وزعلان مني انا بالذات. لا يا فندم انا تحت امرك، وانا بشكر حضرتك يا سيادة اللواء، ومفيش زعل ولا حاجه. يعني انا بس يعني الحمد لله ان السيد اللواء حمدي بدين وضح الصوره الى كل الصحفيين والى كل الاعلاميين والى كل من يريد ان تلتقط الصناره بتاعتهم اي موضوع. انا اللي بشكر حضرتك، وبشكر حضرتك لاهتمامك بان انا زعلان. ده موضوع طبعا عندي كبير جدا، وزي ما انتوا عارفين انا فلاح، فكون ان انا اعرف ان حد مهتم بان انا زعلت يبقى انا اللي بشكره وانا اللي بعتذر له عن هذا الامر.